السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الأخبار السعيدة، يا مساء الأخبار المفرحة. بجد أخبار النهاردة تفرح، تدي أمل إن شاء الله. أخبار سعيدة لكل جمهور نادي الزمالك العظيم. أهلا بكم مع إسلام أبو مازن، أهلا بكل جمهورنا العزيز. يا رب كلكم تكونوا في أحسن صحة وفي أحسن حال. النهاردة كالمعتاد هنتكلم عن أخبار الزمالك وكل مدار داخل نادي الزمالك. لايكاتكم يا زملكاوية مهمة جدا عشان خاطر الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن من جمهور نادي الزمالك العظيم، فضلا وليس امرا. دوس لايك. نبدا اخبارنا النهارده. ومبدئيا كده، عبد الشافي كان في تدريبات نادي الزمالك، بفرح لما بشوفه، ويا ريت كل حد ينتمي لنادي الزمالك يبقى زي محمد عبد الشافي. مش هطول عليكم كتير، هندخل في اخبارنا سريعا، لكن هقول لك كلمتين قبل اي كلام ممكن يتقال. صفقات نادي الزمالك ان شاء الله هتبقى مرضيه لكل جمهور نادي الزمالك. صفقات نادي الزمالك هتبقى ميركاتو جامد جدا جدا جدا. مبدئيا من اول الاخبار السعيده، نادي الزمالك في خزينته الان 200 مليون جنيه من محبي نادي الزمالك. اول مره رجال الاعمال داخل نادي الزمالك يجتمعوا على قلب رجل واحد، ساهموا بحوالي 200 مليون جنيه عشان خاطر صفقات نادي الزمالك، والصفقات اللي ان شاء الله تجيب لنا كاس السوبر الافريقي بمشيئه الله تعالى. موبنزا، ارون موبنزا، ارون بوبنزا، الراجل اللي تعبنا كتير، الراجل اللي دوخنا كتير. بوبنزا عايز اقول لك انه ان شاء الله يعود مره اخرى لنادي الزمالك. مضى البطاقه الدوليه معانا، مش عايز يجي. ايه اللي بيحصل؟ اول ما البطاقه الدوليه نادي الزمالك نشرها، النادي الروماني جاب ورا، والقيد قفل اهو. والحمد لله النادي الروماني ما تعاقدش معاه. اداره نادي الزمالك تواصلت معاه واتكلموا مع وكيله اللي هو كان سبب الازمه. وكيله فين؟ في اوروبا، تقريبا فرنسي. اداره الزمالك اتفقت مع وكيله على شروط جديده. الراجل هياخد نسبه من التعاقد، في بعض البوانص هتبقى متواجده في العقد مع بوبنزا. كمان ان شاء الله يصل بقى خلال 48 او 72 ساعه. صدقوني خلاص ان شاء الله جاي. كل التقارير بتشير الى كده، مش انا بس، انا مش جايب الكلام ده من عندي ولا جايبه من بيتنا ولا من هنا. بوبنزا ان شاء الله يجي لنادي الزمالك بعد ما كانت الصفقه بتبتعد. يا مسهل الحال. وكمان عايز اقول لك ان بعيد كمان عن وكيله وبعيد عن الكلام ده كله عشان اكد لك الكلام اللي بيتقال. المفروض ان وكيله المصري اللي متواجد في مصر وفي افريقيا، محمد حبشي، كان يطلع النهارده على قناه اون تايم سبورت، هيحكي بقى وهيقول وما جاش ليه واللي حصل والكلام ده كله، وهيتكلم في الاسباب اللي خلته يبتعد عن نادي الزمالك. فجاه اداره الزمالك بلغته ان هو ما يطلعش على قناه اون تايم سبورت. خلاص الموضوع بدا يتغير، الدنيا بدات تبقى احسن. خلاص هيطلع يقول ايه؟ خليك. كمان من ضمن الاخبار اللي بتطمن، قناه الزمالك ذات نفسها اعلنت ان تم التواصل معاه وخلاص هو جاي ان شاء الله. فباذن الله بوبنزا زملكاوي، صفقه من العيار الثقيل، صفقه هتفرق كتير جدا مع نادي الزمالك. عايز تلعبه جناح ماشي، شمال ماشي، يمين ماشي، راس حربه فرود ماشي، كله ماشي. طيب ايه تاني بخصوص الصفقات؟ الزمالك كان يقترب من محمد اسماعيل. محمد اسماعيل مدافع نادي زد. الزمالك ما كانش مقرر ياخد بس محمد اسماعيل. فاكرين لما انا قلت من فتره نفسي في مصطفى زيكو؟ الزمالك كان بيتفاوض على محمد اسماعيل وواحد من الاثنين برضه من نادي زد، يا مصطفى زيكو يا عبد الرحمن البنوبي. اداره نادي زد عارفه ان الزمالك ليه 700 الف دولار نظير رعايه عمر خضر. عمر خضر ابن نادي الزمالك اللي راح لزد ومن زد احترف بره. اداره الزمالك كانت عايزه تاخد الاثنين لعيبه بال 700 الف دولار. نادي زد قال لك لا، ب 700 الف دولار خدوا محمد اسماعيل بس. انت بتتكلم بتقول ايه سيادتك؟ انت كده هتدفعني اكتر من 30 مليون جنيه في مدافع؟ طب بالله عليكم، محمد اسماعيل ده كان بيلعب في انبي من سنتين تقريبا كده او من سنه. هل زد اشتراه من انبي بالرقم ده؟ ده زد اشتراه من انبي ما كملش 10 مليون جنيه. فانا ادفع فيه 30 حاجه و30 مليون جنيه ليه؟ اداره الزمالك عايزه الاثنين. المفاوضات توقفت، لكن ان شاء الله نادي الزمالك يحاول يزود المقابل المادي شويه عشان ياخد الاثنين لعيبه، ولو هياخد محمد اسماعيل بس مش بالرقم ده، الا لو
اداره نادي زد برئاسه الاستاذ نجيب سويرس لها كلام تاني. تعاونوا معانا، تعاونوا معانا، تعاونوا معانا احنا الزمالك. ما ينفعش كده، كل الانديه بتعمل معانا كده ليه؟ انا هقول لك كلمتين كمان. كل الانديه المتواجده دلوقتي عارفين ان نادي الزمالك عاوز يمشي فلان وعلان وعلان وعلان. تيجي تقول لهم ايه رايك ندخله معاكم في صفقات تبادليه؟ يقول لك لا. عارفين ان الزمالك هيستغنى عنه فعايزين ياخدوه فري. وده شغل ده؟ هو ده ينفع؟ هو ده يصح؟ يعني انت عارف ان الزمالك مثلا مش عاوز مهاب ياسر، استنى مثلا ان الزمالك يستغنى عنه عشان مش هيبقى ليه مكان واخده فري؟ ينفع؟ وبما اننا ذكرنا مهاب ياسر، عايز اقول لك ان مهاب ياسر اتنين دلوقتي عايزينه، ناديين، بتروجيت والاسماعيلي. الاسماعيلي عنده ازمه قيد لكن لسه ما خلصتش، لكن هتخلص. خلاص اخدوا الفلوس من الاهلي بتاعت عمر الساعي، واخدوا من بيراميدز فلوس عبد الرحمن مجدي، هيحلوا ازمه القيد. وبتروجيت عايز برضه مهاب ياسر. هنشوف مهاب ياسر رايح فين على اي نادي من الاثنين. صفقه كمان، واحد اسمه اسحاق، نيجيري، عنده بالظبط 28 سنه، بيلعب في اودينيزي الايطالي، بيلعب راس حربه، وهو ما كانش راس حربه، هو كان جناح، لكن لما راح اودينيزي الراجل المدرب كيفه كده لعبه راس حربه. الراجل مش ماشيه معاه وما بيشاركش كتير، وما شاركش غير في 3 مباريات. قبل كده في الانديه اللي لعب فيها سواء في الدوري الانجليزي وفي الدوري الاسباني او في منتخبات الشباب لنيجيريا كان هداف، وكان بيجيب اجوال، وكان بيلعب وينج كمان. اصلا كان بيلعب وينج. نادي الزمالك عمل معاه زوم ان واتكلموا سوا، ويا عالم الراجل جاي ولا مش جاي. انا بقول لك على اللي بيحصل واللي بيدور. هنشوف اسحاق ده جاي ولا مش جاي. طيب هخش سريعا بس على كرة اليد. معلش، كرة اليد دلوقتي نادي الزمالك تعاقد مع مدرب حراس مرمى اجنبي، ودي حاجة كويسة، اسمه ماركو. نتمنى ان المدرب ده يظبط حراسة المرمى عندنا ان شاء الله، ودي حركة كويسة. نتمنى زي ما جبنا مدرب حراس مرمى نجيب صفقات كويسة. يا جماعة، يا جماعة، ده عندهم في سبورتنج عندهم واحد اسمه عفروتو، نجم، نجم، ده كسب الزمالك لوحده السنة اللي فاتت. اتمنى ان ده نتعاقد معاه. ده في صفقات كتير وفي كلام كتير. طيب ايه تاني؟ نعيم السليتي. هقول لك على موضوع نعيم السليتي سريعا. نادي الزمالك اتعرض عليه نعيم السليتي، بما ان نعيم السليتي فري، ايه رايكم؟ الزمالك بيبص لقى عنده اصابه، والاصابه يا عالم هيبقى سليم منها امتى؟ بس اللي نعرفه انه كده ممكن ما يلحقش مباراه السوبر اصلا لو جبناه. فنادي الزمالك شال ايده من نعيم السليتي. نادي الزمالك عايز اقول لك بما انه بيدور على جناح، رامي الهلب على اكتر من لاعب، على لاعب جزائري، على لاعب بولندي، على اللاعب اخيرا اللاعب النيجيري. وده كله متوقف، انت هتجيب ان شاء الله بوبنزا، بعد كده هيتبقى لك نفر كمان لما تشيل سامسون، صفقه كمان لما تشيل سامسون. فالصفقه دي هتبقى متوقفه على اعاره او بيع سامسون او دخوله في قائمه مؤقته. فان شاء الله، ان شاء الله يعني تتم على خير. كمان عايزين نقول مبروك لباسم مرسي، مضى 2 سنين مع طلائع الجيش. انا ليه بذكر باسم مرسي؟ عشان والله العظيم ياما فرحني، ياما فرحني في ماتشات الاهلي. كان الراعي الرسمي للهدافين في المباريات بتاعه النادي الاهلي. مش هنسى، عمري ما هنسى، عمري ما هنساه. باسم مرسي كانت حكايه كبيره داخل نادي الزمالك. طيب سيدي مضاي خلاص مضى ووقع، وهيبقى تحت الاختبار عشان خاطر نخرجه اعاره ولا نسيبه. ما انت لو سبته حتى في مواليد 2005 هيلعب وهيشارك، مفيش مشاكل. مش محسوب، مش محسوب لانه تحت السن. فدي حاجه كويسه جدا 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 ومفرحاني جدا جدا جدا. ايه تاني معانا في الاخبار؟ هل في صفقات اخرى نادي الزمالك بيبحث عنها؟ وسط مدافع. ممكن في اي وقت تلاقي نادي الزمالك خلاص قال لك انا اتعاقدت مع وسط مدافع، وسط مدافع من الدوري المصري. باذن الله خير، وباذن الله الصفقات باذن الله تنول اعجاب جمهور نادي الزمالك. هنصبر شويه على ابو بنزا، ان شاء الله جاي صفقه يا جماعه تستحق التعب بجد، صفقه تستحق التعب. اخيرا وليس اخيرا، عايز اقول لك ان مباراه منتخبنا الوطني المصري النهارده ان شاء الله يوم
الثلاث هتبقى الساعه 7 مساء. كانت الساعه 3 وفجاه المنتخب اللي هيلعبنا ده قال لك هم اتاخروا في مباراتهم اللي فاتت فما جوش، فنأجل المباراه الساعه 9. منتخب مصر رفض، قال لك لا لعبتنا هتتاخر، وراها مشاركات في افريقيا، وراها هنا وراها هنا. قال لك لا خلاص خلوها الساعه 7. هي فرقت 7 من 9؟ انا مش عارف. على العموم فرصتنا كويسه، تقريبا منتخب سيراليون فرصتنا كويسه ان احنا نقدر نكسب المنتخب ده، لانه هيبقى جاي ولا استعداد ولا اي حاجه، وجاي تعبان وجاي من سفر. دي فرصتنا، فرصه على طبق من ذهب. بكده تكون انتهت اخبارنا النهارده. يا رب اكتب الخير لنادي الزمالك، وباذن الله نادي الزمالك هيعمل صفقات كويسه خلال الايام اللي جايه. مش باقي الا 3 ايام عشان خاطر اللعيبه اللي هتتأيد عشان السوبر الافريقي. شدوا حيلكم. واخيرا وليس اخيرا، ان شاء الله يوم 14 هنلعب مع البوليس الكيني او الشرطه الكيني ان شاء الله. كل التوفيق لنادي الزمالك. عشان الزمالك حب في قلبنا، هندعم نادي الزمالك، مش هنتخلى ابدا عن نادي الزمالك، ودائما وابدا في ظهر نادي الزمالك الى ان ينتهي بنا العمر. اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ولكم مني خالص حبي وتقديري واحترامي، وان شاء الله قادم افضل. عشان الزمالك حب في قلبنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا احسن واعظم واوفى جمهور في الكون، جمهور نادي الزمالك العظيم.